بعد أكثر من سنة على تحقيقات لجنة البرلمان الأوروبي، ها هي النتيجة تصل، لا يوجد أدلة تدين المغرب. كيف كان مسار التحقيقات وما هي أهم خلاصات هذه اللجنة؟ نعم، مساء الخير جوهرة. يجب الإشارة أولا إلى أن نتيجة هذا التحقيق هي بمثابة انتصار دبلوماسي إعلامي وسياسي للمغرب، لأنه منذ اندلاع هذه الفضيحة ومنذ أن كانت بعض الأوساط تحاول أن تلطخ سمعة المغرب وتجر وتقحمه في فضيحة التجسس هذه، كان المغرب دائما يقول أنا بريء من هذه الاتهامات، وإذا لديكم أي أدلة فآتوا بها لكي يعني تكونوا يعني تبينوا الحقيقة من اللا حقيقة. وبعد تقريبا سنة من تقصي الحقائق، من البحث عن أي عنصر مادي يمكن أن يثبت ضلوع المغرب في هذه فضيحة بيجاسوس، ها هو البرلمان الأوروبي يقر ويعترف بأنه لم يستطع الحصول على أي دليل بأن المغرب صاحب هذه أو مضالع في هذه الفضيحة. إذن في نهاية الأمر هناك إقرار من طرف المؤسسة الأوروبية التي وجهت الاتهام إلى المغرب ولطخت سمعته عبر مقالات في الصحف الفرنسية والأوروبية، وحاولت يعني أن تجعله يعني أن تصفه كبلد عدو إلى المنظومة الأوروبية. ها هي اليوم تقر وتعترف بأنها لم تتوصل إلى أي برهان مادي يثبت هذا التورط، وهذا يعني في حقيقة الأمر هو انتصار للحقيقة، انتصار للموقف المغربي الذي كان دائما الدبلوماسية المغربية والإعلام المغربي يدافع عنه بتوجيه الاتهام إلى بعض الأوساط التي كانت تريد أن تورط المغرب وتشنج وتسمم علاقة المغرب مع المنظومة الأوروبية. هي الآن فشلت باعتراف يعني لجنة تقصي الحقائق للبرلمان الأوروبي. لسوء الحظ أن بالنسبة للمغرب أن كل المقالات التي كانت توجه أصابع الاتهام للمغرب كانت يعني تحظى بترويج وبعملية تسويقية كبيرة، لكن لسوء الحظ أن عدم وصول لجنة تقصي الحقائق إلى دليل وتبرئة المغرب لم يحظى بهذا العملية التسويقية والتواصلية التي كانت يعني أعطيت ومنحت لعقد الاتهام الذي وجه ضد المغرب. لذلك في نهاية هذا المسار يعني هناك بلد بريء تمت تلطيخ سمعته وتمت محاولة إقحام وتسميم علاقته مع المنظومة الأوروبية، وتوجت بفشل ذريع. الآن السؤال المطروح ولا شك أننا سنناقش هذا في هذا البرنامج، ما هي الخطوات المقبلة التي يمكن للمغرب أن يتخذها لاستغلال هذه الظرفية التي بينت براءته من هذه الفضيحة؟